عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة احلى عجينة كفتة رز هتاكلوها بجد. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، عايزاكم تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو. هعمل معاكم الكفتة الكبابي، وكمان هعمل معاكم الكفتة الصوابع بالدمعة بتاعتها تحفة. وكمان طبعا الاكلة دي لازمها ايه؟ لازمها طبعا جنبها طبق الكسكسي. اول حاجة هبدأها معاكم، هنبدأ نعمل مع بعض طريقة الكسكسي. عندنا هنا كيلو دقيق، وهنرش عليه بالراحة خالص. نكون محضرين كوباية مية وعليها معلقة ملح صغيرة ومعلقة خميرة صغيرة. هنقعد بقى نفركهم كويس زي ما ايه يطلعوا معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وفي غربال نخليناهم بالطريقة دي لحد ما يبقى معانا بالشكل ده. عندنا بقى حلة البخار بتاعة الكسكسي، حلتين فوق بعض. الحلة اللي تحت فيها مية مغلية ودرجة حرارة متوسطة، وفي الحلة اللي فوق هنحط الكسكسي اللي احنا عملناه في اي قطعة قماش عندك قديمة او فوطة نظيفة. هنلفها بالطريقة دي. هنا بقى بعد نص ساعة هنفرده نهويه، احنا لسه ما خلصناهوش. بعد نص ساعة يا دوبك عملنا بس الحركة دي، هننزله كده في اي صينية عندك، هنفرده. تمام، هنقعد نقلب فيه كده عشان احنا عايزين نهويه بس كده عشان يبقى مفرفر معانا. هنكرر نفس الخطوة الأولى وهنرجعه في قطعة القماشة برضو وفي حلة البخار. هياخد كمان نص ساعة. كده احنا أخدنا ساعة كاملة. دي بعد النص ساعة التانية، يعني كده بعد ساعة كاملة بقى معانا بالشكل ده. خلاص كده بقى تمام. هو لسه سخن فاحنا بنحاول نفكه من بعضه. حطينا كمان معلقة سمنة كبيرة، بتبقى بتدي طعم كده وهو اصلا ريحته تحفة. نيجي بقى على عجينة كفتة الرز. انا ملحقتش اصور الخطوات كلها. عندنا هنا نفس كمية الرز اللي هتحطوها، نفس كمية اللحمة. انا استخدمت نص كيلو لحمة، نص كيلو رز، وحطينا عليهم ربطة بقدونس وربطة شبت ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة فلفل ومعلقة صغيرة كربوناتو. وكمان هضيف بصلة متوسطة وفصين توم وقطعة طماطم صغيرة، دي اختياري الطماطم. الأول هتطحني الرز عادي في الكبة، وبعدها فرمنا في المفرمة الخضار، وبعد كده التوابل، وبعد كده اللحمة، ولحد ما العجينة معاكي تبقى متماسكة كده بالشكل ده وهشة جدا. هتقدروا تشكلوها بقى زي ما تحبوا. احنا عملنا شكل الكبابي وعملنا كمان الكفتة الصوابع. خلصنا بقى، خدنا نص الكمية كبابي، وهنا عندنا الصوابع بتتحمر على طول في الزيت عادي، غير الكبابي طبعا لا تسوية تانية. خلاص هنا كنا حمرناهم. هشوفها معاكم، هشة جدا من جوه وطعمها تحفة بجد، كانت فظيعة، تتاكل كده اصلا لوحدها يعني. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعتها. حطينا سمنة وحطينا بصلاية مفرومة. اول ما تصفر معانا هنزل بعصير الطماطم، وهنزل برشة السكر ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة صغيرة فلفل اسود. هنا دي الطماطم اللي كنا عاملينها معاكم قبل كده، كنت شايلينها في الفريزر، فعبال ما بتفك معانا. عصير الطماطم هيبقى على حسب الكمية اللي عندكم، يعني ممكن تحطوا كوبايتين عصير طماطم للكمية اللي انا حطيتها. اول بقى ما اتسبكت معانا نزلنا بكوبايتين مية وسبناهم لما يغلوا. نزلنا بقى بالكفتة، دي الكفتة الصوابع. تمام، هسيبها بقى كده على النار، هغطيها عادي واسيبها بقى على نار متوسطة. هنا بقى خلاص بعد ما طلعت معانا تقريبا خدت زي نص ساعة كده. كده انتوا بتفتحوا وتشوفوا بالشوكة كده، تشوفوا ان هي خلاص استوت ولا محتاجة لسه. شايفين؟ كانت فظيعة. عندنا بقى هنا الكفتة الكبابي، حاجة تانية بقى خالص. هنا هنسلقها عادي سليق عادي. لو عندك شوربة متاحة، مش عندك ممكن تستخدمي مرقة كنور، دجاج او لحمة عادي. هنا كان متاح عندنا شوربة، زودنا بس هنا بصلاية وحطينا نص كوباية عصير طماطم او كان طماطمية تقريبا، وحطينا عادي. ظبطنا الملح بتاعك، دوقي عادي شوفي الملح بتاعك، وحطينا معلقة صغيرة فلفل اسود. وهننزل بقى بقطع الكبابي عادي، هنسلقها عادي زي اي حاجة بنسلقها. وتقريبا برضو اخدت زي ساعة الا ربع. برضو بتطلعيها بالشوكة كده وبتشوفيها خلاص طابت من جوه ولا لا. هنا حمرناها عادي في سمنة او في زيت عادي على حسب انتوا ما بتحبوا. طعمها كده كده هيبقى خطير بجد، كانت رهيبة.
يلا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.